السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة تاريخ يروى. فضلا وليس أمرا، المرجو الاشتراك في القناة والضغط لايك، والمرجو أن تصل إلى أكثر من 1000 مشترك. ورد في فتوح البلدان للبلزري متحدثا عن واقعة مرج صفر، واستشهد يومئذ خالد بن سعيد ابن العاصي ابن أمية، ويكنى أبا سعيد، وكان قد أعرس في الليلة التي كانت الواقعة في صبيحتها لأم حكيم بنت الحارث ابن هشام المخزومي امرأة إكرمة ابن أبي جهل. فلما بلغها مصابه انتزعت عمود الفسطاط فقاتلت به، فيقال إنها قتلت يومئذ 7 وأن بها لردع الخلوق. روى عبد الحميد بن جعفر عن أبيه حيث قال: كانت أم حكيم بنت الحارث ابن هشام تحت أكرمة ابن أبي جهل، فقتل عنها بأجناد، فاعتدت 4 أشهر و10. وكان يزيد ابن أبي سفيان يخطبها، وكان خالد ابن سعيد يرسل إليها يعرض لها في خطبتها، فخطبت إلى خالد ابن سعيد فتزوجها على 400 دينار. وفي الختام أفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تبخلوا بالاشتراك في القناة والضغط لايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.